ونروح بعد كده للمركز ال13 مع أبرز فيلم أنمي لايف رعب ودموية جانتس، اللي مقتبس من أحد أقوى أنميات الرعب والدموية، وكمان مليان عري وجنس وجريئة جدا كمان. ومش عارف هل الفيلم فيه نفس الكلام ولا لأ، بس هو فيه منظر عري واحد حسب اللي شفته، ده غير فيه نسبة دموية عالية، والأجواء نفسها تجيب لك رعب بدون حاجة. والفيلم اتعرض في 2010 وفي تكملة لأحداثه في السنة اللي بعدها 2011 الجزء الثاني كعادة أفلام الأنمي اللايف الناجحة. ده غير في فيلم برضه في 2016 بس يعتبر فاشل مقارنة بأول فيلمين، والفيلم مقتبس من مانجا وأنمي بنفس الاسم عرض في 2004 على 26 حلقة، والمانجا بدأت من سنة 2000 وانتهت في 2013. ده غير اتعمل له لعبة كمان من قوة الفكرة. وقصة الفيلم تعتبر هي قصة الأنمي إلا في بعض التغيرات البسيطة، وهي عن شاب وصاحبه هيموتوا في أول الفيلم وهم بينقذوا واحد من على سكة المترو، وهيلاقوا نفسهم فجأة كده في أوضة مع ناس ومعاهم الكرة السوداء العجيبة دي اللي هي الجانتس، وكل شوية تنقلهم لمكان بيحاربوا فيه وحوش ومخلوقات فضائية في لعبة صراع من أجل البقاء بدون قيود أو شروط، زي أليس إن بوردرلاند وباتل رويال وداروين جيم وسكويد جيم. فكرة ناس يدخلوا لعبة وجو الصراع من أجل البقاء ده المفضل ليا، بس للأسف فكرة الأنمي أو الفيلم عن اللي بيموت بيتنقل للعبة دي زي ديث برايد كده، والفكرة دي زي ما قلت في أكتر من مناسبة إنها حرام بدون أدنى شك، بس للأسف الممنوع مرغوب. ولا أنتوا إيه رأيكم؟